طبعا باع هذا تشوفوه، هذا واحد. طيب طبعا ان شاء الله راح نتوكل حاليا وندخل داخل الغابة. هون فارغة اليوم، ما حد يجي. لا اجينا يوم جمعة وخميس، وشو انا سمك هنا انا وجماعة. طبعا اخوان حاليا وصلنا المكان اللي راح نخيم به، اللي هي غابات بويلزلر، من احلى الغابات الموجودة هنا. شوفوا لي المنظر. بس احنا ما نخيم بالبداية، نكون داخل الغابة جوا. كرفانات يخيمون بيها هنا بس اسعارها غالية، فاحنا شنو نطب نخيم جوا بالغابة، يعني عندنا خيم واسعارها غالية حيل. طبعا اخوان اهم شيء مكان النصبة مال النار، لانه بالليل اذا كان المكان مو تمام، يعني هسه مثل قعدتنا هنا احنا ناسين الكراسي، بس مو مشكله احنا بغابه فنتحمل كل شيء. حتى اكو شغلات هواي ناسيها ما جايب هاني، حيدر ملك النار، فالشغلات اللي ما جايب هاني عادي نقدر نبدلها بشغلات ثانيه، مو مشكله. بغابة حد بغابه احنا نتحمل كل شيء، هاي غابه اخوان، يعني اذا نخلص خشب لازم نروح نجيب من جوا. وان شاء الله اخوان على نهايه الفلوق او بنص الفلوق راح ندخل نص الغابه، اقل شيء 4 كيلو 5 كيلو جوا الغابه، وراح نشوف بالليل شنو موجود داخل الغابه. داخل 10 كيلو راح نتمشى بيها انا والولد، ونريد نشوف شنو موجود داخل الظلام. جايب وياي فلاشات ولايتات ليليه تمشينا 10 كيلو داخل الغابه. خليكم بالفلوق وحطوا لنا لايك وحطوا لنا اشتراك، لانه صار لي هواي تارك القناه وراجع لكم بفلوقات داخل تركيا، فنريد دعمكم. نزلنا الغراب وتعال نشوف الحبشكلات الموجوده هنا. خير من الله طبعا، على اساس اجيب غراب اقل، بس الجو بارد اخوان، والله ما اوصف لكم الجو بارد. فجبنا قونيتين حطب، لان مثل ما تشوفون كله رطب، يعني ما نقدر نكسر منها. هسه اذا نطب للغابه جوا الحطب حيل رطب، فجبنا قونيتين ويانا، وهي اصلا مال غابات. فراح نرتب الوضعيه هسه، نكمل ننصب الخيمه وراح تشوفون انتم، وباذن الله حضر مشروبك المفضل، اكله شيء، وكمل الفلوق ويانا. واذا ما تطلع تخيم ويا ربعك ويا جماعتك او وحدك عمرك خساره. طبعا حيدر يريد يعيش باوروبا تمام، بس باوروبا ماكو سياخ حديد. هسه مثلا هنا بتركيا عراقيين هواي، الاتراك اطباعهم شوي يعني تقريبا قريبه على العرب. فحيدر جبت لك البديل، جبت لك سياخ اوروبيه كلها تحط على النار وشرط ما يشتعل. حلو اي خشبيه. اريد اعودك من هسه. تعود حجي انا اليوم ادلل حيدر اليوم حبيبي انت، والله اعودك على الحياه الاوروبيه باذن الله. خلينا هاي هواي نفط. والله هاي دار ما يدورها. طبعا هاي بيها مثل البنزين، تشوفون هاي ما اعرف شنو بيها، يعني بنزين او شيء اللي تشعل النار بسرعه. هي الشعله بعد اخوان، بعد من انا لستة الصبح بس كل الحطب مكفينا. طبعا جيت اريد اشوف شنو الوضعيه بالدخوليه مال الغابه، لانه بالليل اريد نشوف شلون راح نمشي 10 كيلو جوا. ف والله الجو حلو، الاجواء رهيبه، وباذن الله بالليل راح تكون الاجواء احلى، وبالنهار هم راح ندخل لكم جوا، بس بالليل ما نعرف ايش راح يصير. ان شاء الله خير. ولان الغابه هاي اكو تحذيرات جوا حاطين انه اكو دبابه جوا، فما اعرف بعد. ايش قد تقيم القعده هنا؟ يعني برايك هذا المنظر ايش قد؟ ما فلوس ما تقيم والله، فلوس الدنيا ما تقيم والله والقران والله العظيم اخوان. هاي بس شوف بعد ما جا الليل، شوف الليل اللي راح يجي وباكر الشروق، وشوف المغامره راح تصير بالليل اللي راح ندخل بيها للغابه جوا. وماكو بهاي الغابه بس احنا، والله العظيم ماكو بس احنا، غابه يمكن بيها 200 كيلو متر ما بيها بس احنا، وبالبدايه مالتها. حيدر اشتم اجواء تخبل والله اخوان، ما يعني لو اقدر اوصف لكم الشعور ما تنوصف، والله ما تنوصف كلش، ابد ما تنوصف. يعني الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر على هاي رب العالمين خلانا انه نقدر نوصل لهيج مكان ونشوف الحياه. والتخييم من احلى الشغلات اللي ممكن واحد يقدر يسويها، ينعزل عن العالم، تنسى شغلك، تنسى الدنيا كلها، سوي اوف خلاص. طبعا نصبت الخيم مثل ما تشوفون. طبعا لبست هذا براسي مال الضوء، هسه اشوفكم اياه.
حطينا البطانيات والغراض، بعدنا هسه نفرش المنام جوا. المهم كملنا الوضعيه هنا وراح نبلش هسه ناكل. شوفوا لي الوضعيه شلون صارت. طيب خليني اشوفكم ما ينشاف بعد كل شيء. فان شاء الله بعد ما نكمل اكل وراها بشوي نقوم نستكشف. يعني اذا صار المقطع طويل بالعكس تونسوا انتم، هاي ونسه لكم. يعني اذا عندكم شيء وقاعد تاكلون تونسوا، المقطع طويل واكو شغلات حلوه راح تصير هوايه. طبعا شباب بلشنا نشوي تكه دجاج. طبعا هنا أنا مخلي اضاءه يعني خفيفه حتى نقدر نشوف. طبعا هذا مخلي لنا اياه مثل التليفون هنا بدايه الغابه. هاي البسه الحلوه راح تخيم ويانا اليوم، لان اكو هنا ذيابه وكلاب قاعد تحوم داير ما يدور، لان بلش الليل، فراح تخيم ويانا اليوم ان شاء الله بالليل وراح نشوي وراح اشوفكم طريقه الشوي مالتنا. اصلا السياخ خشب يعني ونسه. اسمعوا حبايبي هذا كلب اشتغلت بال 2000 طلعت جيجاره. بال 2017 اشتغلت وين؟ بالبيجي. اشتغل بالموصل، عندي معمل بالموصل الشغل، بس قلت خلاص اطلع البيجي. هم واحد يستفاد دا يشتغل ويتعب. اشتغلت اول شهر ماكو شيء، ثاني شهر ماكو شيء. والله اجانا منو؟ العفواني راح جبت منو تشتغل وحدي، ضجت لازم اجيب واحد وياي من الموصل اللي بات وياي. حلو؟ حلو. والله جبت واحد اشتغلنا، ظل وياي تقريبا 4 اشهر. بعدين قال لي حيدر اريد انزل اني. تمام؟ قال لي انزل وياي لا تظل لوحدك. لا انا متعود ابقى لوحدي ما عندي مشكله. ينزل الموصل؟ اي نزل الموصل. حلو؟ والله بقيت لوحدي. اول يوم ماكو شيء، خفيفه. ثاني يوم عرفت الشغل بالمعمل. تمام؟ قلت خلاص فوت اطب اسبح وانام. فتت سبحت. تمام؟ بس نزل المي على راسي. صياحات وحربات، انا ماكو شيء يمي احد، لا عائله لا بيت، فقط فوج مع الحشد بعيد عليه، هل سايدين على طريق بغداد. اسمع صوت صياحات عجيب بعيد، قام يقرب الصوت. صوت اطفال يصيحون، نسوان يتحرب. انا خفت قبل طلعت برا يمنى يسرى ماكو احد. خفت بقيت برا فد نص ساعه، خطيت دائما ارجع اسبح. ايه صارت لك نفسيه طب تسمع الصوت سمعته؟ اي فت السباح تعبان، صيف الدنيا صيف واستحريت. والله فت سبحت الصوت يعني شكل لك كثر في 10. هنيك قبل طلعت برا يمنى يسرى ماكو احد. كيف سوى عالم؟ يجوز. والله فتت على الغرفة، شغلت السبلت، السيركت نزل الكهرب؟ اي راحت رفعته مرتين 3 4. السيركت يعني الدبل مال الكهرب. الدبل. تمام؟ والله وروح انا صار عندي خوفه كلش قويه. دا فوق سمرت له ما ارجع له. والله اريد انام، شغلت سورة البقرة ماكو، قام يزيد الصوت. قسما بالله العظيم تدري يا لو سولف لي ما يصدق يقول كذب. ادري. قسما بالله الحيط يحكي، قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم. صار والله طلعت برا ما قدرت، الحكي له الساعة 5 الفجر. طلعت رجعت رفعت السيركت ماكو 3 دقائق نزل. خلاص كمل النوم، قلت تجيني نوم انام لي باكر الله كريم. نمت شلون صارت الساعة 8 الصبح. طلعت برا تحت المحل، كبير المحل حيل كبير. طلعت خبرت مهدي هذا من بيجي، قلت له يابا هيك السالفة. قال حجي ماكو هيك انت متوهم. هو فعلا اكو هذا الشيء. كانوا الجماعة يشتغلون عنده من الموصل من جنة وخلاص. والله شنو طلع موجود؟ المكان مسكونة. تدري اخر النتيجة شنو سووا وياك؟ بس اقول لك والله منو يشتغل وياي؟ واحد من بيجي. قلت له اقول لك بات وياي تمام انطيك 50,000. حلو. نحن على مود الكاميرا لان الدقيقة جاية دقيقة. قلت له اقول لك انت مجنون؟ قال لي لا. قال لي انا ما بتلو تعطيني مليار. قلت له ليش؟
قال لي هاي نوب من النوبات، بايت بالمعمل بدي اشتغل، انا بدي اشتغل رفعت لي فوق. لا اله الا الله. قسما بالله العظيم ماكو ورا 3 ايام بطلت، بعدين رجعت طلعت لي هاي من ورا الخوفه صدى فيها. طلع فعلا مكان مسكون، ما حد لحد الان ما فتح المعمل. انا قبل 3 اشهر 4 اشهر رحت مريت من غاديك، المكان معزل عزله، ما حد يشتغل بيه هناك. ما حد يشتغل بيه. لو مليار ما اشتغل بيه. طبعا اخوان هسه وقت الاكل. الله كبير العظيم. الجامع يبعد مننا 3 كيلوات. صوت الاذان مالتي اللي هنا لا تدرون غابه وبعيده. فهسه راح نبلش نشوي باذن الله وناكل ونكمل ونطب للغابه. قاعده اسطوريه فرع الخيم. كل شيء كمل. بس اكو شغله زعجتنا اللي هي صوت الذيابه. دي يقربون ودي يروحون، دي يقربون ودي يروحون، بس هسه احنا راح نطب لهم ما يحتاجون ما يطبون. طبعا شوف الولد لك والله العظيم تستاهل. اي بس باخذ خطيه والله العظيم. بس هاي تدور لحم تضرب لحم ما تدور اي مال لحم. اذا هو 800 غرام، هو 800 غرام. مصطفى قال هذا الخشب ما يحترق بس حرق ابونا بدون ما يحترق. شلون ما يحترق؟ انت شوفها في العراق الاصيل شلون. انت قلت بدي اروح لاوروبا، جبت لك سياق مال اوروبا. اي شوف العراق ما ينعاف. ما ينعم. انا اسوي من هذا شو اسمه 30 يوم واشوي بيه ما عندي وش وصل اطلع. والله شنو يا حجي. اخوان طبعا تكه دجاج او اي شيء اذا ما بي بصل. انا ما اكل بصل بالعاده بس يعني طالعين. ها مقرمش. قرمش وفيتامينات. اي والله الحمد لله. لايك شباب لايك. الانستغرام والسناب شات مالتي تلقوها جوا اسفل رابط بالفيديو. اخوان تابعوني على الانستغرام، هناك انزل لكم ستوريات عن كل شيء نشره. تابعوني هناك حبايب، خلينا نوصل 150,000 متابع. واشتراك بالقناه ما بقى شيء، خلينا نوصل 150,000. راجعين بقوه للقناه. اخوان لا اله الا الله. هسه فد شوي نطب نستكشف نشوف شنو اكو جوا. شنو هذا الصياح؟ تو توكل من الغابه، جاب لنا حطب وجاب لنا كراسي وراح يجي هو والدتي طبعا وراحوا. قلنا لهم اليوم راح نطب جوا الغابه ووصلت الامدادات. ها حيدر هو الحجي. اي شاي يكرك عجن يابا من ايد حيدر. بعد قلب الف عافيه يجيب ابو بعد النوم بعد بشرط. والله اللي عاد عينك. حياتي كفه بالعافيه. كمل الشاي ونطب جايكم. طيب طبعا ان شاء الله راح نتوكل حاليا وندخل داخل الغابه. خيمنا عفناه هنا وراح نتوكل وندخل جوا ونستكشف ونشوف شنو موجود. يلا يا ولد يلا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معقوله هنا يعني جبنا جقاير؟ ها؟ السيجار مو شايل انت؟ ايه شايل. اخوان انطوني رايكم بالتصوير، يعني ترى صار لي هواي تارك القناه. ها والله الاجواء حلوه الاجواء حلوه. ترى ما في شيء ما يبين، الثغرانه كلها بان. اخوان كل شيء ما يبين ورانا تشوفون. طب صارت صعده. صعده كلش قويه. والله اخوان ما احكي لكم على الصعدات
اعتقد احنا بدنا نصعد على تله. بدنا نصعد على تله. بدنا نصعد على تله. وين تودي هاي؟ يا تعبت؟ لا تعبنا. اخوان المشكلة ماكو يعني مكان نتجه له، مكان مفتوح، هي غابة مفتوحة. اقول لك شنو ذيك؟ يلا حفرة؟ تجارة بيضة. ها؟ تجارة بيضة. لا صابغينها. كيفكم تريدون نكمل تريدون نرجع؟ شو تقول هي افغان صوت؟ ما عندي شيء. ها؟ سكنتك. والله؟ انت كمل من هنا؟ ني امشي حد والله قلبي ناكشني. هي ظل مصر كل شيء ما مبين. انت طلع شو اسمه مالته هاي يطلع قدامكم. ولك مو قصة تلاقي. احنا ندوك الغابة عبد الحي. اخوان طبعا اذا بدي احكي لكم كمية رعب بسيطة، لانه مكان مفتوح، غابة مفتوحة، ما ندري ايش يطلع لنا، دب، ذيب، واوي، يعني كلها موجودة داير ما يدورنا. ما اعرف. هذيك التلة بعض هو القمر. والله زين طريق راجعتنا منين؟ لا حجي مو من هنا. اي والله يولد عيون حمراء، والله على الشقة والله. منين الرجعة؟ بس نمشي. منين طريق الرجعة؟ منا هيك هسه نلاقيها. طريقنا منا عيني. من هنا. بس النار اختفت. هيك النار. شو تسوين حجي؟ والله هو مكان ممنوع الصعود اليه والله. يجون عادي، هم لازمين خفارة، هم لازمين خفارة اصلا. طبعا انتهينا المكان اللي طلعنا منه، حاليا احنا ما نعرف وين، بس اعتقد من هنا ما ادري. لا يا ولد والله خلينا نرجع. اخوان صار لنا يمكن نص ساعة نمشي، ما ادري شلون شفنا النار مالتنا وجينا عليها. الله ستر. الله ستر. يابا. طبعا على ريحة الاكل تقربوا. هذا واحد بدأوا ينزلون من فوق من هنا، الثاني ما ادري وين راح. الثاني كبير حجمه مو طبيعي. هذا واحد يجمي على الريحة. طبعا باع هذا اللي شوفوه، هذا واحد ينتظرون. هذا الثاني، الثالث هناك ما ادري وين راح. الحلوة بأمانتنا يمنا جاية، يمنا اليوم ضربت تكة دجاج، تكة لحم، وقعدت يم النار وتدفت،
حاميها من ذول الكلاب والواوية والذياب الموجودة. حيا الله خطارنا، حيا الله الضيف. ذولاك اثنين وهذا واحد. قربوا. شو هذا عين وحدة؟ طيبة طبعا حاليا الساعة 4:33. ما احكي لكم على الاجواء. طبعا صاحبنا طب نام نعس. وخل اشغل لكم الفلاش. هاي الخيمة هنا وكل شيء مشوف صراحة. بس بدنا ننتظر الشروق. نصور لكم الشروق وان شاء الله باذن الله نطب ننام نومه اختي كذا. بس خلصنا خبز يا ولد، يعني هاي البعرة تمام، خلصنا خبز. طبعا جيت رتبت المكان حتى الصبح من قاعد نسوي ريوق كل شيء تمام. اخوان طبعا دخلت للخيمة بس الجو بارد بدرجة مو طبيعية. بس شنو جايب وياي الصوبة مالتي. هاي الصوبة دي شوفوها. راح اشعلها لي بداخلها وان شاء الله تدفيني، لان ما نجربها اول مرة راح اجربها وياكم. لا اخوان بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت تشتغل. حطها في الفلاش حتى تشوفون زين. شغلت الصوبة مالتي باذن الله تدفي الخيمة كامل. اخليه هنا يم راسي. جوقت النوم. تصبحون على خير يابا، ان شاء الله نتلاقى الصبح. الله شكو حيدر شكو عوفون النعم راح يستوي على عرضك. هذا مو خوف، هذا جوا راس الصوت. حن خلاص. والله الا الرعاس. كل حاجه خايف، قسم بالله ما حد تدري شنو. اخوان صوت ذيابه. يابا صباح الخير. الولد مبين قاعدين صوتنا راقيل برا. غرر.
صباح الخير. صباح الانوار. روح اجيبهم. شنو هاي الاجواء الحلوه. صباح الملك كله. نقوم نتريق. شوفوا الصاير ويانا. ما ادري حيوان، ما ادري بشري، ما ادري جني. ماكو ماخذ الخبز وماخذ الشكر. ادري انت ماخذ الخبز اخذته، اي والله حيوان تاكله. ادري الشكر ليش تاخذه؟ هلا بي والله ياكل. يعني ما اعرف هاي طلع ماخذه وطالع بوجه قبل هيج راح ترس بيه. هسه اسوي تكه لحم بدون خبز. والله والله ما يجوعاني. والله انا مجوعان. والله جايب اخوان بيض. تعال اشوفكم. جايب بيض اني وجايب حبشكلات وقلت راح اعدل الوضعيه. قلت ريوق يخبر اليوم. خبرنا هذا باقي الخبز وخبرنا. يريد يتريقون بيض سلق. شو اسوي حقي؟ والله طلعت اللحميات قعدت اشوي. خبز ماكو بس راح اكلها على الطريقه شنو؟ ما اعرف. على الطريقه الصينيه. انا نايم صار بي. يقول على الطريقه الصينيه يا احسن. والله شو هذا ما راح اخليك تقول لي يا احسن عمي احسن. اللحم من الصبح طيب مو شباب؟ قولوا بالتعليقات هاي الاحسن بيصلك الصبح لو لحم. بدكم تشتموا لي هاي الريحه مال اللحم. يا ويلي طرقاعه سودة شباب والله العظيم. طبعا الساعه 9:30. تعالوا خل اشوفكم هاي الاجواء. هذا شنو هذا الحلو؟ تعال حبيبي. هلا ومية هلا وهلا ومية هلا وهلا. لا دير بالك حبي. صير صديقي. طيك لحم ننطيه. مو لحم. يلا عود اذا بقى. نسيج دجاج هسه نطيه. ما الدجاج؟ يا تعال خلنا نطيه اياه. تعال قسمته اخوان والله. البيض ضحك يرجع رقع. قسمته بس باعنا. حيدر عارف الدجاج واللحم قاعد ياكل بيض. نسوي لحم. احنا نسوي لحم وشيش واشوف شو يسوي بيض. وين الدجاج؟ يعني صدق فقر افقار. والله نعم ان شاء الله. يلا ما يخالف هو يحبه. تعالي. هلا تعال. ارجع يلا. وهلا يلا خليك محترم. يلا تعال. اصبر. يلا تعال. هلا يا ما شاء الله المنظر. ما اقدر اوصلكم اياه بس طالع لكم بالكاميرا. تعالي ارجع. اخوان الساعة 9 الصبح. هذا اللي اقدر اطلع بالتصوير. جو كلش حلو. هنا ما شاء الله لحسه تشيس. لحسه التتبيله. يلا تعالوا ويانا. تعال اللحم على النار. نسينا اللحم على النار. احترق والله احترق. لا والله العظيم. هذا اللي لقيته مكسور هذا النص هنا واقف. يلا ما يخالف. طبعا صارت عليها ليمون تمام بس هاي صارت مفحمه شويه تمام. بس شوفوا لي منظر مالته. جيبها هيك خليها ذبح على الفحم قبل هذه. باوع ضيف لها شيش واحد بس. شيش سيخ واحد بس هيك تحسوه. جيب لي سيخ واحد بس. والله احنا شربنا بحرمه. هاي الشغل يراد ليوسف. يوسف يجي بهاي السؤال.
هياك هذا بعوث ايش يسوي له؟ برا بالعكس بس. الحمد لله. الحمد لله والشكر ربي. اضرب هذا. اضربه ايش ما اضربه؟ بس هذا يسوي في نفس الوقت. مية مية. 10 على 10 بس بعد ما تهنيت بيها شو؟ ده كل شويه توقع. انت جايب النهايه، شو انا ما قاعد. جايب لنا مال مثقفين. ما وقعت هاي. وقعت مرتين انت عندك، ايش ما وقعت؟ شلون يقول لها مشي؟ انا قاعده. شو؟ طبعا حبايبي وصلنا لنهاية المقطع مثل ما تشوفون. شوف شلنا الخيم، شلنا الغراب، نظفنا المكان، وبعد ننتظر سيارة تجي حتى نرجع بيها للمكان اللي جينا منه. إذا عجبتكم هاي السلسلة وتريدون أخيم بعد ونطور من سلسلة التخييم، حطوا لي لايك وكتبوا لي بالتعليقات. تعليقك مهم حتى استمر بيها. كل ما عليكم تشتركون بالقناة. اشتركوا بالقناة إذا ما مشتركين، وراح تلقون حسابي الانستغرام بالوصف وكذلك التيك توك. بس حبايبي أتمنى عجبتكم الحلقة، وانتظروا المقاطع القادمة وجرس التنبيه. في أمان الله.